معلش يعني لو بتقل عليك كده، انا عايزك بس دقيقتين معايا، دقيقتين هنتفرج على العربيه دي. العربيه دي مهمه وانا اترددت كتير قبل ما اعمل لها فيديو، لان بصراحه ما كنتش مهتم بيها قوي يعني. لحد ما ركبتها وبصيت عليها. العربيه دي وخدها مني كلمه كده من دلوقتي، دي اللي هتبقى السبب في نقله كبيره في العربيات الاقتصاديه اللي هي بدايه العربيات. العربيه دي المفروض هي ارخص عربيه SUV من شركه شيري، وبقول لك هتبقى نقله كبيره في العربيات الاقتصاديه لانها مليانه اوبشن ومواصفات لاول مره بيتقدم في الرينج ده. فتعال نشوف شيري تيجو 4 برو الجديده. العربيه دي يا سيدي نازله بثلاث فئات وبتتقدم بنسختين. نسخه بتنزل بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي بتطلع 111 حصان ومتوصل بفتيس CVT، ونسخه تانية بتنزل بموتور 1500 سي سي برضه وتربو، والموتور ده بيطلع 145 حصان وبرضه متوصل بالفتيس CVT. ودي اللي معانا النهارده. معانا النسخه التربو اللي ادائها مميز عن اي عربيه تانية في الفئه دي. الشيري تيجو 4 برو بتنزل باضاءه LED زي ما احنا شايفين كده، وبتنزل بتصميم مميز من قدام. اول ما تشوفه هتعرفه بمنتهى السهوله، ومديك كده حتت رياضيه. يعني مثلا عندك هنا كت باللون الاحمر، وعندك الجنود تو تون، وعندك الكاليبرز بتنزل باللون الاحمر. قال يعني بيديك حته بقى رياضيه يا عم يعني ماشي. المهم الاحمر ده مكمل معانا، وادي تصميم العربيه كله كده. وعندنا هنا كيلس انتري على الابواب، وهو تاتش بالديزاين الجديد، يعني مفيش زرار هتدوس عليه، هو تاتش بس. والمرايات طبعا دم كهرباء، وعندك هنا اضاءه عاديه خلفيه، وعندك سنسور بارك خلفي. وده التصميم كله. انا التصميم بتاع ورا ده بصراحه يعني مش عارف، انا مش فاهم. هو تمام، هو ما فيهوش حاجه، بس هو مش داخل دماغي قوي، يعني مش عارف هو ماله فيه ايه. تحس طب نشوفه كده من زاويه ثانيه كده. انا لعبت فيا مش فاهم يا اخي، مش فاهم ليه حاسس بحاجه كده يعني. خلاص تعالى جوه، تعالى معاك. بص بقى يا راي من جوه بقى يا سيدي. هو ده السبب اللي بقول لك عشانه ان العربيه دي تبقى نقله نوعيه في الفئه دي. العربيه دي بتنزل بمثبت سرعه بتحكم طاره، والطاره دي كلها مصنوعه من الجلد، وعندنا عدادات ديجيتال، وعندنا كمان شاشه تاتش. الشاشه دي فيها كاميرا خلفيه، والشاشه بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وعندنا كيلس انتري، وعندنا تكييف تاتش، وفرامل يد كهرباء، واوتو هول، والفتيس ده شيفت باي واير كله تاتش. مع ان هو الفتيس CVT انت مش محتاج حاجه يعني، بس هو كله تاتش زي ما احنا شايفين كده. اتحرك كده كده شوف تمام. وعندك هنا يا سيدي فتحه سقف، والديزاين كله بشكل عام محترم جدا. ده الديزاين الجديد بتاع شيري، كل حاجه كويسه وفخمه قدامك. مع ان العربيه دي سعرها المفروض ان هي في الفئه الاقتصاديه، بس كل حاجه تبان قدامك ان هي شيك واغلى من سعرها بشويه. هنا عندك مثلا الطاره جلد، مصنوعه من الجلد، كل ده يا جماعه جلد. ده جلد اللي بالاحمر، الفرش نفسه جلد، فوق كمان ده جلد تمام. هنا جلد جلد جلد، مفيش بص ايدك مش هتقع على حاجه الا وهي جلد. والكراسي اللي انا قاعد عليها دي كراسي كهرباء، وقلنا المرايات ضم كهرباء. وقبل ما انزل عايز اعرفك ان الشاحن هنا وايرلس. العربيه دي فيها شاحن واير. انزل بقى فنان وتعالى نكمل فرجه على العربيه. في الحقيقه العربيه دي بتنزل باربعه ايرباج، وABS وEBD وESP، ودي وسائل امان كويسه. ومش عايز اقول لك كمان ان هي ممتازه، مش كويسه بس ممتازه على سعر العربيه دي وعلى فئه العربيه دي. حجم الشنطه كمان عندنا مميز جدا، بس الشنطه ما بتفتحش كهرباء. خلاص بقى يا معلم، ما احنا مش هناخد كل حاجه، كفايه علينا الكام حاجه اللي خدناهم دول عشان نبقى طماعين يعني. الشيري تيجو 4 برو اللي بكلمك عليها دي وبقول لك على المواصفات دي، وان انا صورتها وعجبتني، فهي عجبتني لان العربيه دي بديله للشيري تيجو 3. العربيه دي بديله للتيجو 3، وانتوا فاكرين التيجو 3 كانت عربيه كويسه، بس كانت ما تفهملهاش برضه. يعني ايه مالك يا ست بتمشي تزيقي كده، ومالك مش مظبوطه في نفسك كده، وفي حاجات كده فاهم. يعني العربيه كانت حلوه ومحققه نجاح، بس كانت في كام حاجه تضايقك في تجربه القياده. هنا بقى مفيش الكلام ده، جت عدلت الكلام ده وضافت شويه اوبشن وشويه كماليات وشويه وسائل امان ممتازين وحلوين جدا. ده اللي عجبني في التيجو 4. ده غير طبعا الوكيل GB أوتو غبور، اقوى وكيل موجود في مصر حاليا، ومراكز صيانه بقى في كل حته، وهيتوفر قطع غيار. واقدر احكم لك على العربيه دي. العربيه دي تقريبا بقى لها حوالي في السوق 3 شهور تقريبا، وانا ما عملتلهاش فيديو اول ما نزلت، قلت اصبر عليها شويه اما اشوف رد فعل الناس ايه. الحقيقه العربيه دي باعت ماشيه دلوقتي في الشارع، ولو ركزت وانت ماشي في الشارع هتلاقيها، ومطلوبه جدا وعماله تشتغل وتبيع، والناس عايزاها وبقت مبسوطه معاها. يعني اللي راكب العربيه دي ما بيشتكيش من حاجه. فقلت افرجك فرجه سريعه كده على التيجو 4. ده منظر المساحه الخلفيه كده، وعندنا ورا تكييف برده خلفي. وده بقى اللذيذ اللي بكلمك فيه، ان انت بتشتري عربيه بالسعر ده انت غالبا
مش هتحتاج حاجه. يعني انت شارع عربيه مش فقيره، انت شارع عربيه الدنيا تمام معاك، وعربيه شكلها شيك ومش فقيره خالص في الاوبشن، ولا فقيره في الكماليات، ولا فقيره في وسائل الامان. ده كل اللي محتاج تعرفه عن التيجو 4 برو. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات محتاج عربيه ايه تاني نتكلم عنها. وما تنساش تعمل لي فولو على تيك توك، فيسبوك، انستجرام. وكان معاكم محمد الباشا، سلام.